لاول مره هنعمل مع بعض الكب كيك بدي الحبه الكامله. بجد خطير وطعمه مختلف خالص، وفي نفس الوقت طعمه يجنن. عايزه اقولك ان هو احلى كمان من الدقيق الابيض. جربيه مش هتندمي تماما. بجد خطير وكمان سهل وفي الخلاط، ومكوناته سهله جدا وبدون سمنه ولا زبده. شايفين الطراوه بتاعته وارتفاعه وملمس العجينه عامله ازاي، او الكيك خطير. يلا كده هاتي شفشق الخلاط وتعالى نعمل بيه احلى كب كيك في الدنيا. يلا كده نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت شفشق الخلاط، حطيت فيه كوبايه الا ربع من الزيت، بيضتين بدرجه حراره المطبخ، فانيليا، وعندي كوبايه من السكر. هضربهم كويس قوي في الخلاط لحد لما يديني لون فاتح. هضربه في الخلاط لمده كده 6 دقائق او 7 دقائق. تعالوا بقى المواد الجافه. جبت كوبايتين من الدقيق الحبه الكامله، ضفت عليه باكيت من بيكنج باودر او معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر. هقلبهم كويس قوي. بعد كده بضيف ايه الخليط اللي انا ضربته كويس قوي عندي في الخلاط. بديها تقليبه وبحس ان القوام تقيل شويه، ببتدي ان انا اجيب نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من اللبن المغليين، احطهم على بعض يعني اسخنهم كويس قوي وما يخشوا في الغليان. بضيفهم فوق القوام بتاع الكيكه بالشكل ده وبقلبه كويس قوي. تعال ندلعها شويه بقى ونحط شويه شوكولاته شيبس فوق الوش كده بالشكل ده وبديها تقليبه. نحضر بقى القوالب بتاعه الكب كيك، وابتدي بقى املى كل قالب بالشكل ده يعني بالكيكه، بالعجينه بتاعه الكيكه بتاعتي. يعني كل قالب كده بحط 3 ارباع الكب كيك بالشكل ده، قوالب الكب كيك. وبعد كده بحط فوق الوش شويه شوكولاته شيبس وبتدخليها الفرن على درجه حراره 180. بتقعد معاكي من تلت ساعه ل 25 دقيقه، وبتطلع بالجمال والحلاوه دي. بجد كان خطير وما خدش معايا وقت ولا مجهود، وكمان في الخلاط يعني كده ما بياخدش 5 دقايق تحضير. وشايفين ما شاء الله ارتفاعه عامل ازاي. خطير وطعمه بقى ولا الريحه بجد تجنن، ريحته وهو في الفرن تجنن. جربيه وهيعجبك جدا وهيعجب ولادك. ينفع لانش بوكس، ينفع للعيد جدا في ضيافه العيد. بجد خطير. جربوه. شايفين ما شاء الله عليه خطير. شايفه التفاصيل بتاعه الكيك عامله ازاي خطيره. يلا جربيها وبطلي كسل. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. ما توحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.